ضمن الأنشطة الرمضانية لهذا العام أقيم على طريق ثمامة مساء أمس الخميس فعاليات عروض السيارات المعدلة والدراجات الهوائية. وابتدأت الفعاليات بعروض الدراجات الهوائية والسيارات الاستعراضية بمشاركة فريق برنج العالمي للسيارات بقيادة الكابتن أحمد الشقاوي. ثم بعد ذلك شاهد الحضور عروض السيارات المعدلة بمشاركة مجموعة من الشباب والمهتمين بهذه الهواية بسياراتهم الخاصة، وقد تفاعل الحضور مع هذه العروض. أعزائي المشاهدين، نلتقي بالمسؤول عن السيارات المعدلة الأستاذ مطلق المسلم. بس بدنا أنك تحدثنا عن هواية السيارات المعدلة. والله هي هواية شخصية تعتمد على الشخص ولمساته. يعني في السيارات تختلف أنواع، في سيارات كلاسيكية، في سيارات عادية سيدان، فتحكمهم في ناس تعدل بالهيدروليك، يعني السيارة يتحكم فيها بنزولها بجنب يمين جنب يسار، وفي ناس لا يقوم بأفكار البيبان والشنطة بالكهرب، الكبوت يقسم ل3 أقسام 4 أقسام، قسمين بالنص تتحكم برضو بالكهرب. في ناس بالاسطبات، وفي ناس يختلفون بالشكل الرسمي كجنط وتهبيط السيارة قليل بس تعديل منظرها. طيب بالنسبة لتعديل السيارات، يعني هل هي مكلفة ماديا لكم؟ والله هي مكلفة بس هي هواية، والواحد ما يعني بدل ما يحط فلوسه بأشياء حرام يحطها في شيء اللي هو يرغبه. نلتقي بمالك السيارة الأخ عبد الرحمن عتيق. عبد الرحمن، ودنا تحدثنا عن سيارتك والتعديلات اللي أدخلت عليها. والله السيارة أنا عدلت فيها ما قارب يمكن القيمة الفعلية اللي أنا وصلت لها يمكن 95,000 ريال سعودي. هذا يمكن دعم خاص مني، يعني ما حد دعمني يعني في الشغلة هذه، إنه ما أدري ما ينظرون هذه مثلا الشغلة هذه، ما ينظرون نظرة يعني إيجابية، ينظرون دائما نظرة سلبية. وإن الحمد لله عند الشباب إن نبي نوصل رسالتنا. طبعا أنا مسوي حاجات يعتبر شيء فريدة من نوعه، يعني في خاصة المملكة العربية السعودية. يمكن الشباب يعني قلة دعمهم، أو أنهم عدم ثقافتهم العالية مثلا، أو مثلا ما عندهم الشيء اللي يجيب لهم الشغلات هذه مو متوفرة. طبعا عندي الدركسون هذا الطلبية مثلا من خارج المملكة، عندي اللي هو شغلة الفصوص هذه اللي كلفتني يمكن 5000 فص من نوع كريستال اللي هو فالسو. في مثلا ساوند سيستم كامل. في عندي مثلا اللي هو نظام إرباك كامل، النظام الهوائي، طبعا تفتح السيارة كله بالكهرب. يعني عندي البيبان يعني تكون باليد يعني يدوية. عندي حركة الرفرف هذه تعتبر الأولى في المملكة. طبعا شكل الكبوت برضو هذا الأولى في المملكة. عندي حركة الباب الأمامي يسوي 24 حركة. طبعا في طريقة اني اقدر يعني الفصالات نفس نظام الفصال، اقدر اني انقل الباب هذا هنا وهذا الباب اجيب يعني زي اللي اقدر اركب الباب اليمين في اليسار واليسار في اليمين. يعني عندي طبعا حركة الكبوت والشنطة كلها حركات جديدة. يعني عندي يعني مشكلة يعني افكار جديدة الناس ما تبنى، يعني ما وصلوا للشغلات هذه. أنا عندي مثلا اللي هو الشبك هذا، شبك اللي هو المركب هو طبقة فالسو مثلا اللي هو الكريستال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بك أستاذ متعب، وأرحب بالسادة المشاهدين، وأرحب بقناتنا الرياضية، القناة المحبوبة لكل الشباب. طبعا دأب منتزه الساحل الترفيهي في صيفه لعام 2009 بتقديم الفعاليات الجميلة للشباب السعودي لاستثمار أوقات فراغهم فيما يفيد وينفعهم. طبعا احنا حاولنا أن نستقطب العديد من المواهب، ومن تلك المواهب هي الأنشطة أو السيارات المرهمة التي تشاهدونها الآن، أو كما يسمونها السيارات المعدلة، وهي طبعا فكرة جديدة على الشباب السعودي. وفعلا رأينا أنه بحاجة إلى تشجيع وإلى تبني هذه الأفكار، فلذلك وجدنا أنه من الأفضل أن احنا نشجع هذا الشباب السعودي على هذه الأفكار الجميلة التي يقضونها في أوقات تفيدهم، بدل الظواهر السيئة التي نشاهدها الآن في الشوارع، ظواهر التفحيط، ظواهر الاسترابات الخطيرة اللي نشاهدها الآن في الشوارع. حبينا نحط لهم ميدان مخصص ويكون لهم المجال لإبراز مواهبهم. الآن ما شاء الله تشاهد الشباب السعودي فعلا فيه احتراف في اختيار يعني بعض المواهب
الدقيقة جدا مثل تقنية السيارات، أو لدرجة أن بعضهم كما سمعت يستطيع أنه يصنع سيارة ما شاء الله تبارك الله لو أتيحت له الفرصة وأتيحت له الإمكانيات. فإحنا كأي منشأة ترفيهية أو منشأة سياحية تهتم بدعم أفكار الشباب.